وحشتوني، وحشتوني جدا بجد والله. يعني الفترة اللي فاتت دي كنت انا عندي ضغط شغل كتير وبصور دلوقتي اصلا في وسط ضغط شغل، بس انا ان شاء الله وعدكم ان شاء الله ان انا هرجع وهكمل تاني ان شاء الله. ادوني بس كده اسبوع كده ولا حاجة، ان شاء الله هكون معاكم بامر الله. ايه بقى يعني ايه يعني ايه يعني ايه في محمد صلاح. محمد صلاح ان انا بشوفه في ليفربول اللي هو اصلا مستواه اقل اساسا. فين الجرينتا اللي جواه ان انا هرد بقى على كل منتقديني وكل الناس اللي بتحاربني هرد عليهم؟ فين؟ هتيجي تقول لي جاب جون، هقول لك ماشي، ما انا مش شايفه طول الماتش. انا بشكر عاشور ان طلع التغييره الغريبه اللي عملها حسام حسن. هو كان ليه وجهه نظر وتحترم اكيد يعني، بس انا بشكر امام عاشور ان هو الواد ده عنده منتاليتي عاليه جدا وطريقه تفكير وهدوء رهيبه. فكويس ان هو طلع بابتسامه جميله وضحك بعد ما الجون التاني دخل لينا. فده يثبت ان الواد ده بيعرف تفكيره حلو. زيزو عمال يقول يا رب زيزو ينزل، زيزو ينزل. ما زيزو نزل ضيع هجمه او ضيع كوره براسه، مش ما تضيعش، ما تضيعش يعني. حتى اللقطه جت على حسام حسن قعد يمسك راسه كده، اللي هو يعني لو كنت انا كنت جبتها جون. فمش عارف، في حاجات غريبه. وليه كل اللعيبه كلها يا جماعه ايام ما الكوره تيجي لهم يجيبوا يشوطوا على الكوره على طول؟ يا ريت بتعرفوا تشوطوا حلو يعني. شوت في البليله ان شاء الله، الكوره كلها بره في السماء. فما تعرفش ليه بيجي لك احساس كده اول ما تيجي تتفرج على الماتش، بيجي لك ايه؟ فقع مراره، حموضه. يعني ما مش ده منتخب مصر. وانا المفروض في اول ماتش ارعب المنافسين واقول يا جماعه ان انا رايح النهائي مع المغرب خلاص. ففين يخش فيها جون من لا شيء؟ الشناوي، الشناوي الجميل ايه يعني؟ يعني شاط عليه كوره يعني. هو جون ماشي ما يسألش عليه مفيش مشكله، لكن في شوطه شاطت عليه بعد كده في الشوط الاول. الشوط الاول ولا التاني؟ الشوط التاني. الشوط التاني شاط عليه كوره وجه صدها راحت اتفلتت من تحت ايده كده. تحس ان انت يعني معاك، مش معاك حارس، والفرقه التانيه بتلعب عليك في هجمات مرتده عشان عارفين انت عندك مشاكل في الدفاع. وفي فعلا مشاكل في الدفاع. والجون اللي دخل، ابعد بقى عن اهلي والزمالك دلوقتي، احنا كنا بنتكلم في منتخب مصر. انا لسه منتقد زيزو من شويه. الجون اللي دخل في، انا شايف ان عبد المجيد هو السبب في الجون اللي دخل فينا ده. بس هم عملوا ثلاث هجمات لان هم بيلعبوا على الهجمات المرتده، ان هم عارفين ان انت ايه، معاك خط هجوم قوي جدا، فبيرجعوا ورا وهاجي هلعب على الهجمات المرتده زي سياسه اي فريق بيلعب النادي الاهلي. فالنادي الاهلي كان بيعاني من الموضوع ده شهر شهرين ثلاثه. الحمد لله بدانا ايه، نتطور. طب ماشي، جبنا هجمات. ليه الهجمات دي بتضيع؟ يعني ليه بنضيع الهجمات بالسذاجه دي؟ وليه بيخش فينا جون بالسذاجه دي؟ وفين الروح اللي كنا بنشوفها قبل كده في منتخب مصر؟ والروح اللي احنا عمالين نقول هاتوا حسام حسن عشان يبث الروح في اللعيبه. حسام حسن جه، طب ايه يعني؟ روح حسام حسن كان بيعمل الروح دي مع المصري. طب دلوقتي فين؟ مش متفائل، لا مش متفائل. هل ده الفريق اللي انا كان عندي امل ان انتوا هتردوا على المنتقدين ليكوا؟ لا مفيش ماتش. كل الكرة بترجع لورا. الناس اللي بتتفرج على الماتش معايا في القهوة بلاقيهم بيفكروا بطريقة تفكير حلوة جميلة جدا. بياخدوا اتخاذ قرار وقت الهجمة. اضغط اضغط، طب ارجع طلع الكرة قدام. الاقيهم بيقولوا كلام، الاقي اللعيب بيعمل العكس. الاقي في هجمة مرتدة لينا، المفروض نعمل بقى هجمة مرتدة نموذجية زي ما هم عملوا عليها هجمة مرتدة جابوا جون. احنا بقى بنرجع كرة للشناوي تاني. ما تفهمش. هل ده عشان ما فيش عدالة مثلا، عشان المفروض الشناوي يقعد وشوبيري؟ ما اعرفش. مش متفائل. انتوا قولوا لي ايه رأيكم في للماتش، وايه رأيكم للعيبة، وهل في امل ان احنا نروح النهائي اصلا او نصعد المجموعات؟ ما احنا لعبنا اسهل اسهل فرقة في المجموعة. هل مع انجولا وجنوب افريقيا هنعمل حاجة؟ الله اعلم. اشوفكم ان شاء الله قريب. اراك ضحك.